الأخبار الموجزة اليوم الأحد. التقى وزير الدفاع الأفغاني مع السفير التركي جهاد أرجيناي، وأعرب وزير الدفاع عن امتنانه للمساعدات الإنسانية والتعاون الاقتصادي التي تقدمها البلاد، كما تحدث عن تعزيز العلاقات الثنائية ومزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل. ارتفعت قيمة العملة الأفغانية مقابل العملات الأجنبية بشكل كبير، ويقول الصيارفة إن تنفيذ السياسة المنتظمة من قبل بنك أفغانستان ومزاد الدولارات وتخفيض التعريفة الجمركية على الفحم هي أسباب ارتفاع قيمة العملة الأفغانية. تم افتتاح وحدة العناية المركزة الخاصة في مستشفى فراه الإقليمي. صرحت وزارة المالية تم إنشاء تسهيلات في الإجراءات الجمركية لجمارك كابول. حسب تصريحات بلدية كابول تم البدء في إصلاح الجزء الثاني من قناة جبارهان. زار وكيل الثقافة والفنون بوزارة الإعلام والثقافة المولوي عتيق الله عزيزي أجزاء مختلفة من مسجد هرات الجامع. طالب رئيس الإعلام والثقافة بالمقاطعة المذكورة بترميم الحديقة وبعض الأجزاء الأخرى من هذا المسجد. صرحت المحكمة العليا لإمارة أفغانستان الإسلامية إن محاكم مقاطعة بامیان أصدرت خلال الأسابيع الأربعة الماضية 289 وثيقة بالإضافة إلى حل 96 قضية.